في خبر حزين اليوم الصباح على إثر حادث مرور في طريق المرسى. توفى اللاعب السابق للنادي الافريقي والمدرب المساعد لنادي النهضه السعودي لسعد الورتاني على اثر حادث مرور في طريق المرسى. لسعد الورتاني عاد من المملكه العربيه السعوديه منذ ايام لقضاء عطله راس السنه قبل العوده الى هذا البلد، لكن وفاه الاجل المحتوم عن عمر لا يتجاوز 33 سنه. ايمن معتوق. للمرة الثانية يأخذ منا تاريخ 4 جانفي أفضل ما أنجبت الرياضة التونسية من لاعبين. فبعد تاريخ 4 جانفي 1995 تاريخ وفاة الهادي بالرخيصة، اليوم 4 جانفي 2013 تفقد تونس اللاعب الدولي واللاعب السابق للنادي الإفريقي والشبيبة القيروانية والملعب التونسي لسعد الورتاني عن عمر يناهز 33 سنة أثر حادث مرور مريع جد في الساعات الأولى من صباح اليوم. سبب الحادث انزلاق مفاجئ لسيارة الضحية اللي كان قادم من حي النصر ومتجه إلى طريق السيارة بالمرسى، وتسبب الانزلاق في انقلاب السيارة، وتعرض لسعد الورتاني إلى إصابات خطيرة تسببت في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى. بدأ لسعد الورتاني مسيرته الرياضية مع فريق شبيبة القيروان قبل أن ينتقل إلى الملعب التونسي، ثم إلى النادي الإفريقي، ثم إلى الترجي الجرجيسي ليعود إلى شبيبة القيروان سنة 2010-2012. وأحرز الراحل مع المنتخب التونسي الميدالية الذهبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي استضافتها تونس سنة 2001، كيما حصل على كأس تونس مع الملعب التونسي سنة 2003 وبطولة تونس 2008 وكأس اتحاد شمال إفريقيا في 2009 مع النادي الإفريقي. وكان قبل نهار اليوم يشغل خطة مساعد مدرب فريق النهضة السعودي. وبقلوب حزينة وعيون دامعة تنعى العائلة الموسعة القناة نسمة وفاة اللاعب لسعد الورتاني، فرحم الله الفقيد وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان.